ما هي جائزة بوشكاش؟ كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وتزداد شعبيتها يوما بعد يوم لقوة المنافسة فيها. كان موطن المنافسة في السابق أرضية الملعب، وذلك بإثبات الجدارة بين الفرق والمنتخبات بل وحتى اللاعبين، لكن في السنوات الأخيرة اتسعت رقعة المنافسة إلى خارج البساط الأخضر، خاصة بعدما انحصر الصراع بين رونالدو وميسي طوال العقد الماضي. جوائز ذا بيست، الكرة الذهبية وجلوب سوكر، هي جوائز تنافس عليها النجمان بقوة في الأعوام السابقة، لكن هناك جائزة لم يحتكرها ميسي ورونالدو، وكانت متنفسا لبقية اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وهي جائزة بوشكاش، والتي نتعرف عليها عن قرب في الأسطر التالية. ما هي جائزة بوشكاش؟ جائزة بوشكاش هي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة. منحت الجائزة للمرة الأولى في عام 2009، وكان الفائز الأول بها هو كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي. مع انفصال الكرة الذهبية عن الفيفا في السنوات الأخيرة، انضمت جائزة بوشكاش لجوائز ذا بيست، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل عام للأفضل في اللعبة. ما هو سبب تسمية جائزة بوشكاش بهذا الاسم؟ سبب تسمية جائزة بوشكاش واضح من تسميتها، فقد أخذتها لإحياء ذكرى أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم، فيرنتس بوشكاش، نجم ريال مدريد ومنتخب المجر. كان بوشكاش أحد رموز الساحرة المستديرة في الفترة بين 1943 و 1966، وخاض طوال تاريخه 629 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 625 هدفاً. ارتدى نجم الملكي السابق قميص منتخبي المجر وإسبانيا، ومع الأول شارك في 85 مباراة وسجل 84 هدفاً. ما هي طريقة اختيار الفائز بجائزة بوشكاش؟ كما سبق الذكر، جائزة بوشكاش هي إحدى جوائز ذا بيست التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل عام للأفضل في اللعبة، ويتم تسليم الجائزة خلال الحفل. قبل الحفل بأسابيع، يقوم الفيفا باختيار 10 أهداف من جميع أنحاء العالم وطرحها للتصويت في قائمة أولية، وقبل موعد حفل ذا بيست بأيام يتم إعلان القائمة النهائية المكونة من 3 مرشحين، ومن ثم الإعلان عن الأفضل بينهم خلال حفل ذا بيست.